مسا يا جدعان، النهارده جايب لكم 4 افلام اجمد من بعض. حرفيا الافلام دي من حلاوتها انت اصلا مش هتبقى عارف تتفرج على الفيلم الاول. معاك محمد التباع، واحنا بنقدم محتوى رياكت، ملخصات افلام جديده، ترندات، كله شغال يا باشا، بس كله في مجال الافلام. اهم حاجه بقى يصلي على النبي وتعالى بقى نشوف الاربع افلام دول بيتكلموا في ايه، وان شاء الله بسم الله العظيم ما هبص لبنت تانية غيرك. صباح الخير يا طنط لولي. مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ عيل زي ده لو اتخاطب يطلب على راسه كام؟ انا عايز اجيب ابني. انا الحقيقه ما اعرفش، بس ممكن نسال. نبدأ يا جدعان بأول فيلم اللي فعلا كان عليه انتظار فترة كبيرة جدا. أحمد حلمي بقاله فترة فوق 3 سنين تقريبا ما عملش فيلم خالص. فيا باشا أحمد حلمي السنة دي بالصلاة على النبي بيقدم لنا بقى حاجة إيه؟ حاجة 4x4، حاجة من الآخر يا باشا. أحمد حلمي السنة دي تخيل بقى مش هيعمل فيلم خالص كوميدي خالص، ده السنة دي عامل فيلم اسمه حدوتة، طالع في الفيلم جد الجد. الراجل يا باشا غير جلده، قال لك يا باشا الكوميدي ده ما بياكلش عيش، نجرب بقى الاكشن بقى، نشوف بقى رزقنا بقى في الاكشن يا عم الحاج. فكره الفيلم يا جدعان بتتكلم عن طفل صغير فقد ابوه، ففي عيله تانية هي اللي تولد تربيته، فالعيله دي بقى بتبدا بقى تعلمه بقى حاجات ومحتاجات، فاهم انت باشا شكلها حاجات ايه في الاجرام والسرقه والكلام ده كله، عشان هو الفيلم داخل حته الايه، حته النصب والسرقه والكلام ده كله. فالناس دي طبعا بتعلموا بقى مبادئ والاخلاق وتربيه الشارع، فهو فعلا بيشوف فيها ايام ما يعلم بها الا الله، ايام سودة يا بيه. والحلو يا جدعان في الفيلم ده اللي هو مش معتمد كليا على الكوميديا، ده الفيلم يا باشا هتلاقي في حوالي 60% جد جدا من حته احمد حلمي. وغير كده برضه احمد حلمي برضه في ميزه حلوه قوي، لو انت متابع افلامه الراجل ده ممكن يقدم لك مشهد جد عادي ويقدم لك فيه كوميدي، يعني انت تعرف تضحك، يعني حاجه اسمها ايه، الكوميديا اللي غير مباشره. هو الراجل ده شاطر جدا جدا في الموضوع ده، هيخليك تضحك. واحمد حلمي يا جدعان بقى طالع بقى مع مين؟ عد معايا يا بيه: امينه خليل، ماجد المصري، رحمه احمد، خالد الصاوي، محمد عبد العظيم. بالله عليك دول مش عواميد الاكشن؟ ده كفايه بس خالد الصاوي وماجد المصري، دول بس لوحديهم كفايه. الفيلم يا جدع من تاليف احمد عبد الرحمن ومن اخراج مازن اشرف. الفيلم يا جدعان ان شاء الله هينزل يوم 30/9، ده ان شاء الله يعني. هو للاسف بقى هم ولا لسه نزلوا لي بوستر ولا لسه نزلوا لي اعلان، اللي هو الاعلان الاول للفيلم، فاحنا يعني لسه مستنيين. فانت حضرتك بقى تعمل اللايك الحلو والجميل الامور اللي ما بيخسرش يا جدعان، والاشتراك، واهم حاجه فعل زر الجرس عشان اي فيلم جديد ينزل يجي لك انت يا بيه اول واحد. يا بيه خش في تاني فيلم يا بيه. احمد حاتم يا جدعان وجميل عوض السنه دي بقى مقدمين ايه بقى، حاجه كده بقول لك ايه، كريمه يا ناس. اقسم بالله العظيم ما هبص لبنت تانية غيرك. فيلم اسمه ريد فلوج. الفيلم ده لما دخلت بحثت بس على كلمه ريد فلوج دي معناها ايه؟ معناها انك انت بتتواصل مع الشخص الخطر، يعني ده شخص مش كويس، شخص خطر عليك انت، فالكلمه دي معناها كبير قوي قوي قوي. الفيلم يا جدعان هنا بيدور في قالب كوميدي اجتماعي بين العلاقه الزوجيه، ايه بقى المشاكل اللي بتحصل فيها، الشك، الخيانه، ليه اتنين بيحبوا بعض يوصلوا هما بيهم الموضوع للطلاق. واحمد حاتم هنا يا جدعان طالع باسمه احمد، ده طيار مدني، ومراته اللي هي جميله عوض هي دي شغاله عندها شركه دعايه واعلان، فالاتنين شغالين، واخد بالك من الكلمه دي، فالاتنين شغالين، فالاتنين مش فاضيين. طبعا الطيار بيقعد فتره كبيره جدا في الرحلات، وطبعا هي كمان مش فاضيه، رقم واحد في المشاكل كلها، ولا ده فاضي ولا هي فاضيه، فطبعا مش عايزين طلاق، ده اقل حاجه حضرتك. والفيلم ده يا جدعان زي ما قلت لك اللي هو فيلم ريد فلوج ده بيطرح اسئله كتير جدا وبيخليك تعيد حساباتك في موضوع الجواز ده بالذات وتحط عليه 1000 خط حضرتك. وطبعا احمد حاتم وجميل عوض مش لوحديهم يا بيه، ده معاهم يا باشا الكبير وشريف منير يا باشا، ونسرين امين، وانتصار العسل كله، وسيف زهران، وفي بقى ايه شويه كده ايه ضيوف شرف، بقول لك ايه حاجه زي العسل. والفيلم يا جدعان من تاليف محمود كريم ومن اخراج احمد محي.
والحاجه بقى يا جدعان اللي تخلي الفيلم ده فعلا عليه اقبال كتير ان هو بيركز على حته معينه، مشكله قالب معين كده كله مشاكل موجود في كل بيت في مصر وفي الوطن العربي تقريبا، هي الحياه الزوجيه والمشاكل. فالفيلم ده بيقربك جامد قوي من موضوع العلاقه الزوجيه، ازاي تحل مشاكلك، ازاي بيحصل اصلا مشاكل. فالفيلم ده هيبقى جامد جدا وانا مستنيه بكل قوه. والفيلم ده يا جدعان ان شاء الله هينزل يوم 9 اكيد طبعا الساعه 9، ده اكيد هي حفله الساعه 9 اكيد يعني، اكيد بهزر يعني. الفيلم ان شاء الله هينزل يوم 9 2026، فنتحمس بقى ونشترك عشان ان شاء الله اول ما ينزل هقول لك الفيلم ده حلو ولا وحش والكلام ده كله. بس انا تقييمي ان شاء الله الفيلم ده هيبقى حلو قوي وهيبقى جامد جدا. وهنا بقى يا جدع نقف بقى شويه ايه ده، احنا ممكن نقف هنا شويتين 3 عشان النهارده معانا بقى فيلم ايه، شيش دو بطوله باسم سمره وبيومي فؤاد. اللي اقول لابول عيل زي ده لو اتخاطب يطلب على راسه كام. الاتنين دول يا بيه عاملين ميكس مرعب. لما تعرف قصه الفيلم ده بجد هتقول الفيلم ده اجمد فيلم كوميدي بين بيومي فؤاد وباسم سمره. فيلم هنا يا جدعان بيخش كده ايه في وسط الحواري، وسط العشوائيات، بين 2 صحاب، واحد اسمه عادل والتاني اسمه نبيل. الاتنين دول يا بيه حالتهم باللضه، فقر، مجاعه، نصب، احتيال، كل حاجه تلاقيهم في الاتنين دول، عادل ونبيل. ففي يوم يا جدعان هما الاتنين ماشيين مع بعضيهم بالصدفه بيلاقوا شاب فقد الوعي. فالشيطان هنا بقى بيلعب لعبته، اللي هم ياخدوا الشاب دوت تمام ويخطفوه ويطلبوا عليه ايه، فديه. وهنا يا جدعان الحاجه البسيطه اللي هم عملوها دي عشان تحل مشكلتهم وتطلعهم من الفقر، للاسف كان اسوأ قرار هم خدوه في حياتهم. لان الموضوع هنا مش بيقف عند الشاب اللي اتخطف اللي هم طلبوا عليه فديه، لا ده الموضوع بيوصل بقى لعيله الشاب اللي اتخطف ده. طبعا العيله بتبدا تدور على ابنهم، وغير ان ابو الولد دوت راجل ليه كلمه في البلد. والفيلم هنا يا جدعان بيلعب عن الفرق بين الفقر والطمع، وازاي ان قرار واحد قادر يوديك للتهلكه. اسال وانت كابتن عادل واللي قاعد جنبك دوت نبيل عبد المقصود عشان نتحبس مع بعض وما هتحبس لوحدي. الفيلم ده يا جدعان نزل في قلب السينما، انا لسه بصراحه ما شفتهوش بس انا متحمس ان انا اتفرج على الفيلم ده وان شاء الله يعجبني عشان اطلع اقول لكم حلو ولا وحش. نخش بقى في رابع فيلم، واخيرا يا جدعان وصلنا لليفل الوحش. رامز جلال طبيعي لازم يجي يقدم حاجه، مسلسل ولا فيلم، طبيعي لازم يكون حاجه اغرب من الخيال. يوصل الايس كريم. انت جاي لوحدك ولا مامي معاك؟ رامي عيب كده. رامز جلال هنا يا جدعان بيقدم شخصية طفل مشاغب بيحب المقالب، والطفل ده يا جدعان حياته بتتحول للحظة بسبب علاج هو بياخده غلط، فبتحوله من طفل صغير أمور لشاب عنده 25 سنة. والسؤال هنا بقى ازاي الشاب ده هيعيش حياته، ازاي هيتعامل مع الناس؟ متخيل شاب عنده 25 سنة بس مخ طفل، ازاي هيتعامل مع الناس وازاي اصلا الناس هتتقبل الشخصية دي؟ فين تيتا هتلاقيها دلوقتي في مرينا 2، ادعي لها. والفيلم هنا يا جدعان جايب لنا مجموعة بقى ايه من مسرح مصر، تلاقي من الناس البص العواميد بتاعت الكوميديا تلاقيهم كله يا باشا هنا موجود. الفيلم هنا بالصلاة على النبي عد معانا بقى. اول حاجة رامز جلال، بسمة بوسليم، محمد انور، محمد عبد الرحمن توتة، نسرين امين، محمود حافظ، هدى الاتربي، متولى السيد، اسماعيل فرغلي، مصطفى ابو سريع. والفيلم من اخراج محمود كريم ومن تأليف مصطفى عمرو وفاروق هشام. والفيلم يا جدعان ان شاء الله يعني من غير مقاطعه الفيلم هينزل باذن الله في شهر 10. وفي النهايه يا جدعان 2026 ديت فعلا سنه غرقانه افلام، هتلف يمين تلاقي افلام، هتلف شمال هتلاقي افلام. طب ايه الاجمد؟ طب ايه الاحسن؟
هنشوف بقى في الدنيا دي 4 افلام يا بيه. احمد حلمي يا بيه بعد غياب 3 سنين طلع بفيلم حدوته. احمد حاتم وجميل عوض يا بيه طالعين بقصه حب شكلها هتنتهي بالطلاق. بيومي فؤاد وباسم سمره طالعين بفيلم ناس عايزه تطلع من الفقر. ربع يا جدعان اللي هيبقى اجمد فيلم طبعا ان شاء الله يعني بيج رامي. انا متحمس جدا جدا للفيلم ده عشان الفيلم ده بجد انا بحب جدا اعمال رامز جلال دي عشان بتبص تخليك كده تطلع من المود باي شكل من الاشكال. وبس كده يا جدعان، قولي في قلب الكومنتات ايه اكتر فيلم انت مستنيه من ال4 افلام دول. واهم حاجه بقى صلي على النبي وارزع بقى لايك بقى كده. والله يا جدعان اللايك ما بيخسرش، بالعكس ده اليوتيوب بيعرف ان الفيديو حلو وجميل ومفيد، بس موضوع سهل يعني. وتعمل ايه بقى يا بطل بقى؟ تشترك لو انت لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس وتروح تشترك بقى في حسابي سايبهولك في صندوق الوصف واول كومنت. حسابي بتاع التيك توك روح هناك بنزل كل يوم فيديو جديد. روح هناك هتلاقي فيديوهات حلوه هتعجبك ان شاء الله. وبس كده يا جدعان، كان معاكم محمد التباع وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام يا ابطال.